احنا عايزين نعمل بلاغ في اخونا، احنا شاكين فيه انه سبب موت امنا ومش راضي يطلع شهادة الوفاة. بسبب شهادة وفاة تم اكتشاف لغز جريمة قتل من 6 سنين. كملوا معايا الحكاية للنهاية عشان نشوف ايه اللي حصل، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. تبدأ الحكاية من أول ما توجه أحمد سنه 17 سنة هو وشقيقته عشان يقدموا بلاغ فأخوهم راضي. أخوهم الغير شقيق كان أخوهم من الأب فقط، وكان البلاغ بسبب إن هو مش عايز يديهم شهادة الوفاة بتاعت والدتهم لأن هم بلغوا السن القانوني، وطبعا كان راضي هو الوصي عليهم من بعد وفاة والدتهم. بعد ما بلغوا السن القانوني كانوا عايزين يتقدموا بالأوراق الرسمية اللي يتم صرف ليهم منحة بتاعة الأيتام أو منحة يقدروا يستقلوا بيهم عن راضي، وإن هم يقدروا يصرفوا عن نفسهم وياخدوا المنحة دي. ولكن كان العائق الوحيد كان شهادة الوفاة لاستكمال الأوراق الرسمية. ولما طلبوا من راضي كان رافض ان هو يديهم الوثيقة دي او الشهادة بتاعة الوفاة، وعشان كده ما كانش قدامهم ملاذ الا ان هم يتقدموا ببلاغ عشان اخوهم راضي يديهم الوثيقة دي. وطبعا هنا الضابط لاحظ ان الاخ واخته كان عليهم ضغوط نفسية جدا، وكان حاسس ان سبب تقديم البلاغ ما كانش الوثيقة بس، كان حاجة اكبر من كده، وهم ان هم كمان عايزين يستقلوا عنه لأسباب أكبر بكتير من كده. ولكن طبعا الضابط كان شاكك وفعلا تقدم بالبلاغ وطلب إحضار لأخوهم راضي. ولما جه راضي وسألوه إن هو ليه مش عايز يديهم الوثيقة أو إيه السبب إن هو بيماطلهم فيها ومش عايز يديها لهم، بالرغم من إن هو لو ادالهم الوثيقة هيستقلوا عنه ماديا وإنه هيريحوه من المصاريف. ولكن كان رد راضي طبعا كان غريب جدا، وان هو ما عندوش وقت يدور وسط الاوراق ومش فاضي يعني. طبعا الرد ما كانش مقنع خالص بالنسبة لجهات الشرطة، ولكن كان عندهم شك بالحس بتاع الضابط الامني، كان عندهم كده حس في سبب كبير ورا الموضوع ده او خلاف اكبر، وده السبب اللي ما كانش راضي عايز يطلع عشانه الشهادة. لكن طبعا ادوله فرصة اسبوع وقال له اسبوع وهتجيلنا هنا ومعاك الشهادة. وطبعا قبل ما يعدي الاسبوع وبعد ما فات يومين بالظبط يجي الاخ واخته عشان يتنازلوا عن البلاغ. وكان ساعتها كان الضابط مستغرب جدا، وكان حاسس ان هم جايين يتنازلوا تحت ضغط او ان هم متهددين بان هم لازم يتنازلوا عن الموضوع ده. ولما سألوه وقالوا له انت بتتنازل ليه او ليه ايه اللي خلاك تتراجع عن الشهادة، فقال بس انا مش عايز اعمل مشاكل مع اخويا والكلام ده كله. ولكن طبعا الكلام ده كله ما دخلش على ضابط الشرطة. يبدأ يسأل الاخ واخته عن اسم الام واسم المستشفى اللي توفت فيها او المدافن اللي اتدفنت فيها. وهنا كانت المفاجأة بالنسبة له ان الاخ والاخت ما يعرفوش اي معلومة عن الحاجات دي، ولا عارفين الام توفت فين ولا اسم المستشفى ايه ولا حتى مكان المدافن اللي اتدفنت فيها كانت ايه، لان ساعتها كان من 6 سنين، كان عمرهم صغير لسه يدوبك راجعين من المدرسة. ابن عنده 11 سنة والتانية عندها 10 سنين، وكان لسه راجعين وكانت امهم مودعاهم الصبح بابتسامة، وبعد كده يرجعوا من المدرسة يتبلغوا ان الام توفت بسكتة قلبية وبس، ولا شافوا وفاة ولا شافوا غسل ولا شافوا دفنة ولا اي حاجة، خدوا الخبر وبس. وكان طبعا ده سبب اقوى يحرك جوه الضابط الحس الامني ان في حاجة او في دافع اكبر بكتير ورا اختفاء شهادة الوفاة دي من اخوهم راضي. وهنا يتم استدعاء راضي رسميا بحضور الوثيقة معاه او شهادة الوفاة ان هو يجيبها معاه، ويجي راضي ومعاه بالفعل الشهادة. ولكن من اول نظرة ومن الوهلة الاولى اول لما يبص الضابط على الشهادة يلاحظ ان الشهادة واضح جدا ان هي متزورة. وهنا تبدأ الشكوك تدخل جواه ويحس ان في حاجة سر اختفاء الشهادة دي او تزويرها. وهنا طبعا يتم القبض عليه. ولما سألوه عن سبب الوفاة وان الجثة فين ومدفونة فين ومش عارف يرد او انكر اي حاجة وقال انا معرفش اي حاجة. وهنا طبعا يتم القبض عليه او حبسه مؤقتا على ذمة التحقيق، ولحد لما يتقصوا عن احواله ويلاقوا ان راضي دوت كان شخصية اصلا
يعني كان واحد بطال ملهوش اصلا شغلة ولا مشغلة ولا اي حاجة، وكان هو الابن الغير الشقيق لاخواته من ابوه طبعا قبل ما يتوفى. ويتضح ان هو ليه اخوة تانية أشقاء من أم تانية طبعا، ولكن ما كان كل واحد ليه بيته وليه حياته، ما كانش عايشين مع مرات أبوه زي ما كان راضي عايش. راضي كان عايش مع مرات أبوه، وكانت الست كانت كويسة جدا وكانت طيبة جدا، وكانت عايشة في البيت بتاعها اللي ورثاه عن زوجها الأولاني. عاشت هي وأولادها وكان راضي معاهم، ولحد لما زوجها مات بدأ يمارس عليها كل الضغوط النفسية، وإن هو شايف إن هي خدت مكان والدته. بدأ يعذبها ويحرمها من الأكل ويقيد إيديها ورجليها ويعمل بقها والكلام ده كله. والحد طبعا لما قرروا إن هم يستدعوا إخواته اللي هم التانيين علشان ياخدوا أقوالهم. الإخوات في الأول أنكروا إن هم يعرفوا أي حاجة، وإن هم كده ما كانش ليهم علاقة بمرات أبوهم، وما كانوش بيترددوا عليهم. وبالفعل كان بشهادة احمد واخته ان هم ما كانوش بيترددوا، ولكن بالضغط عليهم الاخوه التانيين وقالوا لهم ان اي حد يسكت عن جريمه هو يعتبر المشارك فيها. ولما سمعوا الموضوع ده طبعا اعترفوا بكل حاجه، وقالوا ان هو بعد لما والده اتوفى طبعا مارس عليها كل الضغوط النفسية وتعذبها والكلام ده كله. وفي مرة من ضمن المرات وهو بيعذبها وكان بينهال عليها بالضرب، فمرة بقى منهم كان انهال عليها بالضرب بطريقة شديدة جدا، وهو عمال يتكلم بانهيار، ما حسش بنفسه الا وهو عمال يضربها على دماغها بأداة حادة. وطبعا هنا روحها فرقت الحياة فورا. هنا طبعا اترعب وما حسش بنفسه الا لما الدم نزل وعرف انها ماتت. جري طبعا على اشقائه التانيين عشان يستغيث بيهم ان هم يساعدوه ويشوفوا هيعملوا ايه. وبالفعل الاخوات وقفوا جنبه للاسف وساعدوه، وجم وشالوا معاه الجثة ونظفوا مكان الدم تماما وكل حاجة، ولا يبقى فيه اي اثر لاي ضرب ولا اي عنف ولا اي قتل. وخدوا الجثة وشالوها وراحوا بيها لمنطقة كده في الصحراء، منطقة نائية ما فيهاش اي حاجة وما فيهاش اي حد، مكان موحش، ودفنوها فيه عشان ما فيش اي حد يعرف يوصل ليها. وبالفعل تم دفنها ويرجع للبيت عادي جدا وكأن ما فيش اي حاجة، يستقبل اخواته وهم جايين من المدرسة بعد ما كانت امهم مودعاهم الصبح بابتسامة، يرجعوا ما يلاقوهاش ويبلغهم ان امهم ماتت بسكتة قلبية. ومن هنا يتم طبعا اكتشاف الجريمة، وبالضغط على الاخ راضي بعد ما عرف ان اخواته اعترفوا عليه، اعترف بكل حاجة واعترف بفعلته وبالجريمة، ووداهم لمكان الجريمة عشان يتم اخذ الجثة. وطبعا وبعد فحصها اتضح ان هي فعلا الجثة ماتت بالضرب على الدماغ بأداة حادة عدة مرات، ووجود كسور في عديد من المناطق اللي في الجسم او في العظام اللي في الجسم من نتيجة الضرب الحاد اللي كان او العنف اللي كان بيمارسوا عليها. وطبعا هنا يتم القبض عليه والحكم عليه، ويتم تنفيذ الحكم بالقصاص طبعا بالإعدام، ويتم تنفيذ الحكم عام 2023. ومن هنا نعرف ان كانت شهادة الوفاة الوهمية كانت هي السبب بعد 6 سنين في كشف جريمة أو كشف لغز جريمة واختفاء السيدة اللي تم قتلها من 6 سنين. وطبعا كثير من راضي موجودين وعايشين معانا، الناس اللي ما عندهاش قلب ولا عندها رحمة. واحد عايش مع إخواته وهو كان السبب في إن هو يموت أمهم، والسبب في فقدانهم أمهم وهم أطفال، بالرغم من الأم كانت كويسة جدا معاه وكانت محتفظة بيه معاهم في البيت بالرغم من وفاة أبوه اللي هو خلاص ده كان بيتهم، ومع ذلك ربته معاهم. ولكن هو كان ده الشكر والجميل والعرفان للي عملته معاه. في الآخر كان النتيجة القتل. وطبعا دي كانت قصة النهاردة، أتمنى أنها تكون عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتكم أن انتوا تعملوا لايك ومتابعة، وتستنوني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة أو مشكلة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.